في مدرسة الثانوية لغات، مدرسة دولية دخلتها بطلتنا بسبب تفوقها في الشهادة الإعدادية. كانت بنت منتقبة ولابسة لبس شرعي، كانت داخلة وهي ماسكة كتاب وفجأة خبطت في حد والكتاب وقع منها. إسراء تقول بغضب: ما تحسب يا عم انت. بص لها بغرور وقال: انت اللي ماشية مش باصة قدامك، ولا يكون البتاع اللي على وشك ده مش مخليكي بتشوفي أصلا؟ ردت ببرود وقالت: مالكش دعوة باللي على وشي ده أولا، ثانيا خلي أسلوبك أحسن من كده شوية، بلاش نظرة التكبر والغرور. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. بص لها باستغراب من تحت نضارته ومشى وسابها. لمت كتبها واتحركت. كان في شلة بنات وأولاد بيتكلموا مع بعض. أول ما شافوها قعدوا يضحكوا عليها. في واحدة منهم وكان اسمها منال قالت: يا خبر، دي شكلها حرامية يا بنات، أبعدوا عنها محدش يقرب. أما إيناس تقول: فعلا، يعني هتكون لابسة نقاب ليه وهي لسه في سنة تالتة، مش قادرة تصبر يعني لما تخلص. أما أحمد يقول: باين عليها ست كبيرة وقررت تكمل تعليمها وهي عندها 50 سنة، مش كده يا بنات؟ الكل قعد يضحك. سمعت كلامهم، قربت بكل ثقة وقالت: كل كلامكم ده مش هيهمني، وكل اللي انتوا قلتوه غلط، ومش هتعرفوا انا مين برضك، اذا كنت حرامية ولا ست كبيرة. المهم ربنا يكون راضي عني، مش مهم رضا الناس. قالت كده وسابتهم ومشت، وهي بتبتسم من تحت نقابها. بيبصولها بضيق، لكن منال بتبصلها بإعجاب. كلهم لابسين زي المدرسة القصير، أما هي فصلته على مزاجها، خلته طويل يناسب نقابها. منال تقول بإعجاب: واو، عجبتني ثقتها في نفسها قوي. أما إيناس تقول: دي شكلها عندها عقدة يا بنتي. أما أحمد كان بيبص حواليه على آدم، لأنه ما شافهوش طول اليوم. هو آدم ده بيكون بطلنا اللي خبطت فيه من شوية، رجل أعمال معروف جدا، متعين رئيس مجلس الأمناء في المدرسة، لأنه مساهم بنسبة كبيرة جدا وشريك في المدرسة. في الوقت ده قرب آدم منهم وهو على ملامحه الضيق. الناس تقوله: هو في إيه مالك؟ في بنت كده مستفزة قوي، عكرت لي مزاجي على الصبح. ضحك أحمد وقال: معقول؟ آدم المهدي حتة بنت هتعكر له مزاجه؟ ده انت واخد قلوب البنات كلها يا ابني. هي مين البنت دي؟ معرفهاش، بس هي منتقبة. الناس بدهشة: يبقى أكيد البنت اللي لسه شايفينها من شوية. أحمد يقول: أكيد، لأن مفيش غيرها منتقب هنا في المدرسة. أما منال تقول: فككم من الموضوع ده، المهم في حفلة بالليل عند آدم أخويا، هتيجوا ولا لأ؟ الناس تقول: أكيد طبعا لازم نحضر. أما عند إسراء، دخلت للفصل وكان المدرس لسه ما جاش، وفجأة لقت شلة بنات اتجمعت حواليها، كانوا قاعدين يتريقوا عليها. حاولت ما تركزش معاهم، لكن سمعت بنت كانت بتقول بضحك: أكيد شكلها وحش علشان كده لابسة النقاب. والتانية تقول: يمكن أهلها بيضربوها ولبست النقاب علشان تداري العلامات اللي في وشها. أما البنت الأولى ردت وقالت: عندك حق، ممكن برضه، وممكن تكون معقدة ونفسيتها وحشة. مش عارفة بصراحة هي شايفة نفسها ازاي بالنقاب ده، ده عاملة زي خالتك الحاجة العجوزة. أما إسراء ردت بثقة وقالت: شايفة نفسي أحسن واحدة. البنت باستغراب: نعم، ازاي يعني؟ إسراء بهدوء: زي ما سمعتي، وعلى فكرة مش الوحشين بس اللي بيلبسوا النقاب، الحلوين كمان بيلبسوه علشان يقدروا جمالهم، وربنا مش بيخلق حد وحش. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. أتمنى تكوني فهمتي. وبعد وقت دخل المدرس وابتدى يشرح الدرس، وهي كانت مركزة معاه جدا. أما الباقي ما كانش مركز، اللي كان نايم واللي ماسك فونه. قرر المدرس يسأل سؤال يخص الدرس ويشوف مين اللي مركز معاه. الكل اتوتر: أنا هسأل سؤال يخص الدرس علشان أشوف مين اللي مركز ومين اللي مش مركز. الكل سكت ما عدا إسراء. رفعت إيديها وهي بتقول: ممكن أجاوب لو سمحت؟ اتفضلي يا أنسة. سمعت همس البنت من وراها وهي بتقول: هي دي أنسة؟ ده أنا افتكرتها جدتي. جاوبت إسراء على السؤال بكل ثقة
وإجابتها عجبت المدرس جدا. رد عليها وقال: شاطرة، برافو عليكي، اسمك ايه؟ اسمي إسراء. وبعد وقت كانت إسراء قاعدة في الكافيتيريا بتراجع دروسها. قربت منال وقعدت جنبها وقالت: ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. أنا سمعت في الفصل والمدرس بيقولك اسمك ايه وقلت إسراء، مش كده؟ أيوة، اسمي إسراء. أنا بقى اسمي منال، وحابة أتعرف عليكي. اتشرفت بيكي يا منال، بس أنا كنت عايزة أسألك سؤال. اتفضلي. هو انت ليه مكبرة نفسك كده ولبست النقاب وانت لسه يعني في سنة تالتة؟ ما كنت تستني لما تتخرجي يعني. انا لابسة النقاب من ساعة ما كنت في اولى ثانوي، وانا مش مكبرة نفسي ولا حاجة، لكن انا مكبرة مقامي عند ربنا سبحانه وتعالى. ردت منال بإعجاب وقالت: بصراحة أنا بتعجبني ثقتك في نفسك وردك القوي ده قوي، ودي الحاجة اللي جذبتني ليكي. أنا واثقة في نفسي علشان عارفة إن أنا مش بعمل حاجة غلط، وكمان برد بقوة لأن هو ده الرد الصح. ابتسمت منال وقالت لها: لا، ده احنا كده بقى لازم نبقى أصحاب. ماشي يا منال، من النهاردة هنكون صحاب. ردت منال وقالت: طب ثواني كده، هعرفك على باقي الشلة، تعالي كده معايا بسرعة. سحبتها في ايديها وما ادتهاش فرصة. كانت واقفة إيناس وأحمد وآدم، فقالت: أعرفكم يا شباب، دي تبقى إسراء. رد أحمد بابتسامة وقال: ها يا صرصورة، اسمها السلام عليكم. ومنال قالت لك أنا اسمي إسراء مش صرصورة. آدم في نفسه: إيه البنت المغرورة دي، هي ليه معقدة كده؟ أحمد يقول: عادي يعني، بدلعك وفيها إيه يعني؟ إسراء تقول: لو سمحت خلي في حدود ما بيننا. آدم بغرور: هو أنت فاكرة نفسك مين علشان تتكلمي بالأسلوب ده؟ مش فاكرة نفسي حاجة، أنا مش بمشي أتكبر على حد في الرايحة والجاية. أنا بحب أحط حدود لنفسي، ومحدش يتجوزها مهما كان مين. أحمد بغرور: انت ليك الشرف اصلا ان انت تقف وتتكلمي معانا. هو انت ما تعرفيش احنا مين؟ انت ما تعرفيش ادم المهدي ولا ايه؟ ده ابن اكبر رجل اعمال في الشرق الاوسط كله، وهو كمان معروف جدا، رجل اعمال مشهور جدا. ابتسمت بسخرية وقالت: تمام، هو انا مش عايزة اطول الشرف ان انا اتكلم او اتعامل مع حد منكم. قالت كده ومشت، وآدم اتعصب منها جامد. أما أحمد ضحك وقال: معقول بقى آدم المهدي اللي البنات كلها بتترمى تحت رجله حتة بنت منتقبة تقولي الكلام ده؟ قال: مش عايزة تتعرف علينا. قال: الناس دي ما عندهاش ذوق على فكرة، وحاسة إن هي معقدة وجاية تطلع عقدها علينا. أما منال تقول: والله البنت طيبة قوي، بس هي مش بتحب تتعامل مع شباب. طب وإيه يعني؟ أما إسراء كانت ماشية في الساحة واتفاجئت بشاب بينادي عليها. لفت باستغراب وقالت: أفندم. الشاب كان اسمه خالد وقال: هو أنت أنسة إسراء مش كده؟ أيوة أنا، حضرتك عايز حاجة؟ قرب وقال: كنت عايز أطلب منك طلب. استغربت وقالت: اتفضل بسرعة، أصلا أنا مستعجلة وعايزة أروح. ينفع أشوف وشك؟ يعني ارفعي النقاب أشوفه ونزلي تاني عادي. انصدمت من كلامه. قالت بضيق: انت مجنون ولا ايه؟ ابعد عني احسن لك. كانت لسه هتمشي، لكن الشاب مسك ايديها. بعدت بسرعة وضربته بالقلم على وشه بكل قوة قدام كل الموجودين. خالد يقول بغضب: هو انت بتضربيني يا بتل؟ إسراء بحدة: اخرس يا زبالة، انت ما عندكش نخوة ولا ضمير، انسان حقير. قالت كده وسابته ومشت. خرجت برا المدرسة. آدم بيروح للمدرسة علشان ياخد أخته منال، وبما إنه رئيس في مجلس الأمناء بيكون موجود دايما في المدرسة. نادى عليها وقال لها: استني يا إسراء. وقفت وقالت بضيق: نعم، أنت كمان. هو عمل لك إيه؟ وأنت يخصك في إيه؟ اتضايق من كلامها لكن قال: أنا كنت بسأل لأن خالد شخصية مش سهلة، ومش هيسقط على اللي حصل، مش هيقدر يعمل حاجة، ويا ريت ما تتدخلش في حاجة هتخصني أبدا. قالت كده ومشت. بصلها بضيق وقال: والله شكلك معقدة فعلا. هو في يوم جديد منال دخلت للمدرسة وكان معاها آدم أخوها وإيناس وأحمد. أحمد وإيناس يبقوا عيال عم آدم، علشان كده دايما بيكون واقف معاهم، لأنه بيروح الصبح بيوصل أخته وبيقابلهم. أحمد تقريبا من عمر آدم، لكن أحمد وإيناس فاشلين وبيسقطوا كتير. إيناس هتموت على آدم لكن هو مش معبرها. أما منال هي اللي تقريبا من نفس عمر إسراء،
لأنها متفوقة وبتنجح كل سنة زي آدم أخوها اللي خلص واشتغل رجل أعمال معروف جدا. وأول ما دخلت إسراء نادت عليها منال وقالت: إسراء، إسراء. قربت إسراء منها وقالت: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير، بتنادي عليا ليه؟ تعالي اقعدي معانا. لا لا لا، هقعد معاكوا ازاي؟ انا عندي دروس ما ينفعش اتاخر عنها. يا ستي فكك، عادي تزوغي. هو انت عمرك ما تزوغي ابدا؟ لا طبعا، انا ما بحبش ازوغ ولا اتهرب من دروسي. احنا مش بنتهرب ولا حاجه، احنا بناخدها من اي حد تاني موجود في الفصل. خلاص خليكم انتوا، انا همشي علشان احضر دروسي وانتوا براحتكم. وقبل ما تمشي منال قالت: طب استني، في حفله بالليل في النادي، انا عازماكي، هيبقى فيها أغاني ودي جي وهتكون حلوة قوي. أنا آسفة والله مش بسمع أغاني. مشت إسراء وكلهم بصوا لبعض باستغراب وبصدمة من كلامها، خصوصا آدم اللي فضل باصص لها وهي ماشية بعيد بنقابها وخطواتها الهادية واثقة من كل كلمة بتقولها. أحمد ضحك وقال: لا لا لا، البنت دي جاية من كوكب تاني والله. الناس بسخرية: أكيد عايشة في القرن العاشر. هو انتوا ليه يا جماعة مستغربين قوي كده؟ عادي يعني، البنت بتحب ترضي ربنا، وانا شايفة ان ده كله عادي. ادم كان ساكت وسرحان، مش مستوعب اول مرة يشوف بنت كده، بنت قدامها كل حاجة وبترفضها بكل سهولة، مش فارق معاها. قطع شروطه احمد وهو بيقول: مالك يا ادم، سرحت في ايه؟ ولا حاجة، مستغرب لشخصيتها. ما تقولش انك بدأت تعجب بيها. أعجب بمين بس؟ ده أكتر بنت مستفزة شفتها في حياتي، لو إنها غير أي حد يعني. منال بابتسامة: طبعا مفهوم، بس صدقني غيرنا كلنا للأحسن. في الكافيتيريا إسراء سمعت بنت بتنادي عليها، لفت لها ولاحظت إن هي صغيرة كان شكلها طيب، فقالت لها: نعم، بتنادي عليا في حاجة؟ البنت بإحراج: أنا اسمي سلمى، كنت عايزة أقولك على حاجة. اتفضلي. أنا لسه في سنة أولى، وبصراحة أنا كنت خايفة ألبس الحجاب الشرعي الكامل علشان الناس بتتنمر، بس لما شفتك حسيت إن أنا اتشجعت. ابتسمت إسراء من تحت نقابها وقالت لها بحنان: طول ما انتي بتعملي حاجة ترضي ربنا ما تخافيش من كلام حد، الناس عمرها ما هتسكت في كل الحالات. ابتسمت سلمى ابتسامة واسعة وقالت: بجد انتي جميلة قوي. ردت إسراء: هو انتي أجمل يا حبيبتي، اتشجعي وخدي الخطوة وما تخافيش أبدا. حضنتها سلمى بسرعة ومشت، أما إسراء ابتسمت بسعادة، كملت طريقها وخرجت. وفي نهاية اليوم كانت واقفة برا مستنية الباص، لكن الوقت ابتدى يتأخر، وفجأة وقفت قدامها عربية سودا فخمة، نزل منها شخص وكان آدم. قرب منها وقال لها: اركبي علشان أوصلك. قالت له باستغراب: نعم، واضح إن الباص هيتأخر، اركبي بدل الوقفة دي. متشكرة أوي، مش بركب مع شباب غريبة. غريبة؟ احنا في نفس الجامعة، وده ما يخليش في ما بينا معرفة تسمح بكده. واضح انك معقدة بشكل مش طبيعي، واضح انك متعود ان كل البنات توافقك على كل حاجة انت عايزها. سكت آدم لحظة، لأول مرة يحس ان في حد كشف شخصيته بسهولة. وقبل ما يرد عدى موتوسيكل بسرعة جدا من جنب إسراء بشكل مخيف، اتخضت ورجعت لورا بالغلط وكانت لسه هتقع. قرب آدم منها بسرعة وسندها قبل ما تقع. اتجمدت مكانها لحظة، بعدت نفسها بسرعة واتوترت وقالت: متشكرة قوي. آدم كان باصص لها لأول مرة من غير غرور وقال: انت كويسة؟ هزت راسها بالإيجاب، وفي اللحظة دي وصل الباص. جرت إسراء بسرعة قبل ما يقول أي حاجة. فضل آدم واقف مكانه عمال يبص للباص وهو بيتحرك، كان بيقول لنفسه: أول بنت تخليني أفكر فيها بالشكل ده. وفي يوم جديد آدم داخل الكافيتيريا وهو بيدور على إسراء، من غير ما يحس عينيه بتبص عليها في كل مكان. أول ما لمحها كانت قاعدة لوحدها وبتذاكر، وقف تلقائي كان عمال يبص عليها. كانت مركزة جدا في الكتب بتاعتها عمالة تقرا. ابتسم بخفة، قرب منها، لكن إيناس كانت واقفة بعيد ومراقباه. اتغيرت ملامحها فجأة للضيق. إيناس كانت بتقول: بقى كده يا آدم كل البنات سايبهم ومركز مع دي بالذات. راح عند الترابيزة وقعد قدامها من غير ما يستأذن. إسراء رفعت عينيها من كتابها وقالت: هو في إيه؟ خير؟
ايه ده؟ هو ممنوع اقعد؟ لو المكان عام اقعد عادي، لكن ما تعطلنيش. وبعدين ازاي تقعد كده من غير ما تستأذن؟ ضحك بخفة وقال: هو انتوا طول الوقت رسمية كده ليه؟ وهو انت طول الوقت شايف ان كل البنات لازم يضحكوا لك يعني ليه؟ قبل ما يرد جت منال وقعدت جنب إسراء وقالت بفرحة: صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آدم بص لمنال أخته وقال: هو أنت مصاحباها إزاي دي؟ بجد دي صعبة قوي. ضحكت منال وقالت: لا والله أبدا، ده عسولة، انتوا بس اللي بتستفزوها. في اللحظة دي كانت إيناس عمالة تبص لهم والنار كانت بتاكلها. قرب أحمد منها وقال: مالك يا بنتي؟ شكلك هتنفجري. شايف شايف آدم عمره ما قعد مع بنت بالطريقة دي. ما يمكن عجبته. مستحيل. آدم ليا أنا وبس. نعم. لك أنت إزاي؟ هو أنت مرتبطة بيه وإحنا ما نعرفش ولا إيه؟ سكتت إيناس وبصت لهم بغيرة. وبعد ساعة إسراء كانت خارجة من الفصل بتاعها وفجأة سمعت ضحكة حواليها. بنت كانت بتقول بصوت عالي: يا جماعة خبوا شنطكم، أحسن الحرامية المنتقبة دي هتعدي دلوقتي وتاخد حاجة منها. البنات ضحكوا باستهزاء، أما إسراء وقفت وبصت لهم بضيق. وقبل ما ترد طلعت بنت تانية وقالت: لا لا لا، ده أكيد داخلة هنا بالغلط، شكلها تبع شيوخ الأزهر مش مدرسة اللغات الدولية. الكل ضحك على كلام البنت، وإناس وقفت ومبتسمة بخبث. منال اتعصبت وقربت وقالت: تصدقوا إن انتوا قليلين الذوق بجد؟ البنت بسخرية: احنا بنهزر يا حبيبتي عادي يعني. إسراء حطت إيديها على دراع منال وقالت: سيبيهم يا منال، خليهم يقولوا براحتهم. وبعد كده بصت لهم بثقة وكملت وقالت: الناس اللي ما عندهاش احترام بتحاول تقلل من غيرها علشان تحس إن هي أحسن منهم، مع إن الحقيقة بتكون واضحة. البنت اتكسفت شوية، لكن إيناس قربت وقالت بتصنع: يا جماعة يا جماعة ما تزعلوش إسراء، أصلها حساسة شوية. إسراء بصت لها وفهمت إن هي السبب في كل اللي بيحصل. الناس كملت بخبث وقالت: بس بجد يعني انت مش حاسة انك مختلفة عن المكان اللي هنا؟ مختلفة في ايه بالظبط؟ يعني لبسك، هو طريقة كلامك، حتى تعاملك مع الأولاد كأنهم مرضى. إسراء ردت بثبات وقالت: أنا بتعامل بالحدود اللي بترضي ربنا وبترضيني، مش محتاجة أغير من نفسي علشان الناس تتقبلني. الناس بسخرية: لا واضح فعلا إن محدش قادر يتقبلك. مش مهم الناس كلها تتقبلني، المهم ما اخسرش نفسي علشان أرضيهم. هقرب آدم وشاف تجمع البنات وشاف ملامح إسراء اللي كانت متضايقة والبنات حواليها. قرب وقال: هو في إيه؟ مفيش يا حبيبي، كنا بنهزر معاها، بس هي مكبرة الموضوع. الكلمة دي ما تعرفش ليه حركت حاجة في قلب إسراء. أما هو كمان بصلها بضيق. منال قالت: لا مش بتهزري يا إناس، انت بتحاولي تقللي من إسراء. بص آدم لإسراء وقال بحدة: هزار ايه اللي يخلي نص المدرسة واقف يتفرج؟ كلهم اتوتروا، حتى إناس انصدمت من طريقته. أما إسراء بصت باستغراب، أول مرة تشوفه بيدافع عنها. آدم يقول: أنت بتحاولي تعوضي النقص اللي عندك من خلال إنك تقللي من الناس اللي حواليكي، لكن القليل فعلا فينا هو أنت يا إناس. إناس انصدمت من رده، اتكلمت بعصبية وقالت: أنت بتكلمني كده؟ إزاي تكلمني كده علشان خاطر دي اللي أنت بتحاولي تشوهي سمعتها، أشرف منك ومن 10 زيك. إسراء بضيق: لو سمحت خلاص ما ينفعش كده، أنا ما طلبتش منك إنك تقولي الكلام ده. لا مش خلاص، لازم تعرف حدودها كويس. ماشي يا آدم، أنا هوريكم كلكم. صبرك عليا، لازم أقول لعمو على كل حاجة. أنا هوريكم كلكم، صبرك عليا. طلعت إيناس بضيق، والبنات كانوا عمالين يتكلموا ويتهمسوا عن آدم وليه بيدافع عن إسراء بالطريقة دي. إسراء قالت له بضيق: أنا بعرف آخد حقي كويس أوي على فكرة، وبطريقة أحسن من كده كمان، من غير ما أهين أي حد. هي مش بتيجي غير بالطريقة دي وأنا عارفها كويس. رفعت حواجبها باستغراب من الكلمة اللي قالها. أما منال قالت: خلاص يا جماعة حصل خير، يلا نروح، الوقت هيتأخر، وبعدين احنا عارفينها، هي آخرها بقع على الفاضي، دي بنت عمنا على فكرة، علشان تبقي فاهمة يا إسراء. كلهم مشوا وإسراء روحت. كانت متضايقة من معاملة آدم، لأن الناس هيفهموها غلط وهي مش حابة كده. وبعد وقت في بيتها
قررت تنفض عن راسها وقعدت تذاكر، لكن فجأة جات لها رسالة من رقم غريب. فتحت الرسالة وكان محتواها: أنا هندمك على اللي حصل. قلقت شوية لكن ما اهتمتش، كملت مذاكرتها. وفي يوم جديد كانت رايحة للمدرسة والكل بيبص لها وبيهمس عليها. كانت متضايقة بسبب الموضوع ده. إسراء تقول: ما كانش ناقصني كمان غير إن سيرتي تكون على كل لسان. وبعد شوية في الفصل المدرس كان بيشرح، وخالد كان قاعد مع إيناس بيتهمسوا لبعض، مش مركزين في شرح الأستاذ. خرج المدرس من الفصل وجه وقت البريك، كل الطلاب مشوا وطلعوا من الفصل ما عدا إسراء. كانت بتحط الكتب بتاعتها في الشنطة وفجأة لقت خالد قدامها. إسراء بضيق: خير، في إيه؟ خالد بخبث: عاملة إيه يا مزة؟ إسراء بضيق: احترم نفسك يا خالد. تمام، هحترم نفسي، بس مش هتسأليني جبت رقمك منين؟ هو أنت اللي بعتلي رسالة امبارح؟ ضحك وقال: أحبك وأنت ذكية يا صرصورة. امسح رقمي من عندك يا خالد أحسن لك. هو أنت ما تعرفيش مش أنا خدته وعملت له هاكر علشان أجيب صورك؟ بس للأسف طلعتي عاملة حسابك مش بتتصوري في الفون. ذكية أوي يا صرصورة. سابت شنطتها وقالت بضيق: أنا طالعة، وآخر مرة بقولك امسح رقمي. مشت إسراء ولاحظت إيناس كانت واقفة بعيد شوية. خالد بص على شنطتها بخبث، وبعد شوية دخلت إيناس وهي بتقول: يلا بسرعة، مفيش وقت أحسن حد يجي. خالد يقول: طيب تمام، هاتي السلسلة بسرعة. الناس تقول له: دي بتاعت البت منال على فكرة. مش مهم، المهم نطلع إن إسراء حرامية وخلاص. الناس مسكت سلسلة ذهب بتاعت منال وحطتها في شنطة إسراء بسرعة. الناس تقول: تمام كده، كده كويس قوي. هاخد حق إن الزبالة دي عاملة نفسها متدينة وهي خطفت رجالة. طب يلا يلا نطلع بسرعة من هنا. وبعد وقت رجعت إسراء للفصل وكانت ناسية فونها في الشنطة. فتحت الشنطة واستغربت من السلسلة. انصدمت لما جه في بالها إن إيناس وخالد هما اللي ورا الموضوع ده. إسراء بضيق: ماشي يا إيناس، والله لو أوريكي. وراحت ناحية شنطة إيناس وحطت جواها السلسلة. وبعد وقت خلص البريك ورجعوا للفصل من جديد، منال قالت لإيناس: إيناس، السلسلة بتاعتي كانت هنا، حد شافها؟ والله يمكن اتسرقت ولا حاجة، دوري يا منال. هيكون مين يعني اللي سرقها؟ الناس بخبث: في حراميين كتير يا منال، خصوصا اللي بيلبسوا حاجة كده اسمها النقاب. إسراء بحدة: أنا مش حرامية. طب هاتي شنطتك نفتشها. قالت لها بثقة: تمام، شنطتي أهي. في الوقت ده لحسن حظها كان آدم بيمر. آدم يقول: إسراء، بس هو أنت يا إناس اشتري نفسك أحسن لك. طب خلاص، مش هنفتش شنطة إسراء بس، هنفتش كل الشنط. إسراء تقول: تمام، هاتي بقى شنطتك. لا، أنا هخلي منال هي اللي تفتشها، أصلا أنا بقرف من اللي بيحطوا النقاب على وشهم. بصلها آدم بضيق وابتسمت بمكر. منال بدأت تفتش شنطة إيناس وانصدمت وقالت بعصبية: بقى أنت اللي سرقاها وعايزة تلبسيها لإسراء يا حرامية؟ كمان طلعتي حرامية. الناس اتصدمت وقالت: ازاي الكلام ده؟ لا طبعا مستحيل، السلسلة ما كانتش معايا. إسراء تقول: انت كدابة قوي، تستهلي. آدم يقول: تستهلي يا إيناس. الناس بعصبية: السلسلة كانت في شنطة إسراء وأنا متأكدة. آدم باستغراب: إيه اللي مخليكي متأكدة كده؟ انصدمت إيناس من اللي قالته. خالد اتدخل وقال: أنا شفت إسراء بعيوني وهي بتاخد السلسلة من شنطة منال وتحطها في شنطة إيناس، أكيد كانت عايزة تفرق ما بينهم. أما أحمد يقول: اهدوا يا جماعة علشان نعرف نلاقي حل. الناس تقول: أصلا الكل طلع من الفصل، هي الوحيدة اللي كانت قاعدة هنا. إسراء تقول: تمام يا إيناس، يعني أنت بتنكري إنك أنت وخالد اتفقتوا مع بعض إنكم تحطوا سلسلة منال في شنطتي علشان تطلعوني يا حرامية؟ إيه رأيك؟ أنت كدابة، أنا ما اتفقتش مع حد. طيب، وأنا مش محتاجة أثبت لحد إن أنا بريئة، كفاية إن ربنا عارف مين الظالم ومين المظلوم. آدم يقول: يلا يا إسراء روح على مكانك. منال بضيق: أنا مش هسكت، لازم أقول للمدير على كل اللي أنت عملتيه. الناس بخوف: منال، أنا ما سرقتش حاجة، أقسم لك إن أنا ما سرقتش. منال طلعت من الفصل على مكتب المدير فورا. الناس قربت من إسراء وقالت بضيق: أنت اللي حطيتي السلسلة في شنطتي صح؟ أيوة أنا. أهو، عشان تعرفوا أنا اعترفت بعملتي، اعترف أنت بقى بعملتك.
أنا ما عملتش حاجة عشان أعترف بيها. إسراء بسخرية: تمام، كده كده الموضوع لبسك، السلسلة كانت في شنطتك. بعدت إسراء عنها وقعدت في مكانها. بعد شوية المدير طلب إيناس عنده في المكتب. المدير يقول لها بحدة: انت ليه بتسرقي زميلتك يا أنسة؟ والله يا مستر عادل أنا ما سرقتهاش، بس الكل شافها وهي بتطلع السلسلة من شنطتك. هديكي فصل لمدة أسبوع، لو رجعتي تعملي مشاكل تاني أنا هديكي فصل نهائي. طلعت إيناس بحزن وهي ناوية تعتذر لإسراء على اللي عملته. مر أسبوع ورجعت إيناس للفصل من تاني. بعد ما انتهت فترة فصلها كانت إسراء قاعدة في الكافيه، ودخلت إيناس قعدت جنبها وقالت بإحراج: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت إسراء بهدوء وباستغراب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا إناس، في حاجة؟ أنا جيت عشان أعتذر منك وأقولك إن أنا آسفة على اللي عملته، ممكن تسامحيني؟ مسامحاك يا إناس مش علشانك، عشان ربنا وعشان ألاقي اللي يسامحني أنا كمان، بس أتمنى إنك تتغيري بجد. هتغير والله يا إسراء، وكمان أنا قررت إن أنا ألبس الحجاب، أنا لازم أكون واحدة تانية. ابتسمت إسراء بسعادة وقالت: كويس قوي، دي خطوة حلوة جدا منك، بس كملي جميلك بقى والبسي جيبة طويلة شوية بدل القصيرة اللي انت بتلبسيها دي. حاضر، بس كنت عايزة منك يعني تعلميني شوية حاجات كده عن الدين، يعني تحفزيني، قولي لي قصص عن الأنبياء، قولي لي أي حاجة، أصلا أنا معرفش أي حاجة عن الدين. ابتسمت إسراء وقالت: من عينيا الاتنين، بس كده. دخلت منال عليهم وكانت لابسة الحجاب واتفاجئوا، فقالت: السلام عليكم. الناس بإعجاب وإسراء تقول بفرحة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه القمر ده؟ شكلك قمر بالحجاب يا منال. منال بابتسامة: الفضل إن أنا ألبسه لربنا طبعا، ثم ليكي يا إسراء. الناس تقول بحزن: ما تزعلوش مني يا جماعة، أنا عارفة إن أنا كنت بعمل تصرفات مش حلوة وبتضايقكم، أنا آسفة ليكم انتوا الاتنين. منال تقول لها: ما تتأسفيش لنا يا إناس، اتأسفي لربنا وربنا هيغفر لك، إن الله غفور رحيم. ابتسمت إناس وقالت بمرح: أنا هلبس الحجاب من بكرة علشان أبقى زيكم. إسراء بابتسامة: أكيد هيكون حلو عليكي، بس لازم تكوني مقتنعة. إناس تقول: أمال فين أحمد وآدم؟ منال تقول بمرح: لا لا لا، مادام ما هتلبسي الحجاب بطلي بقى تختلطي بشباب، ما عدا أخوكي طبعا. كملت بهمس وقالت: تعرفي إن الواد آدم هيموت ويكلم إسراء. إسراء تقول بحدة: انتوا بتتهمسوا على إيه من غيري منك ليها؟ ضحكت إيناس وقالت بغمزة: بنقول إن روميو مش قادر على بعد حبيبته عنه. إسراء باستغراب: روميو مين وحبيبته مين؟ ما تتكلموا عدل، ما بحبش الألغاز. منال تقول: من الآخر كده آدم أخويا بيحبك يا إسراء وهيموت عليكي. انصدمت إسراء وانكسفت وقالت: انت بتقولي ايه؟ بطلي هزار بقى، ما ينفعش الكلام ده. منال تقول: لا والله مش بهزر، ده الواد هيموت حرفيا علشان اديله رقمك يكلمك. إسراء بحدة: اوعي تكوني اديتيله الرقم يا منال، عيب عليك يا اسطى، مش انا اللي ابيعك يا زميلي. ضحكت إسراء وقالت: البت دي بقت بيئة قوي. الناس بضحك طول عمرها والله. وبعد وقت إسراء كانت ماشية في الطرقة وخالد وقف قدامها وقال: لسه ما تحاسبناش على القلم اللي أخدته منك. بص، هو القلم تمنه 10 جنيه، بس أنا هعمل لك خصم، هخليه 5. تحب تاخد قلم تاني علشان تكمل ال10 جنيه؟ خالد بحقد: دمك خفيف أوي يا إسراء، دي مش خفة دم، دي ثقة بالنفس. أنا واثقة إن أنا ضربتك علشان أنت عملت حاجة غلط معايا، وهو إني أمسك إيدك دي تبقى حاجة غلط؟ أيوة طبعا حاجة غلط، ويا ريت تبعد عن طريقي يا خالد أحسن لك. مشت إسراء وخالد كان بيبص لها بضيق وناوي إن هو ياخد حقه منها. وفي نهاية اليوم إسراء كانت واقفة مستنية الباص. آدم كان في عربيته بعيد شوية مستني يشوفها وهي بتركب علشان يطمن عليها. وفجأة ظهرت عربية سودة قدام إسراء، نزل منها خالد. إسراء بتوتر: خالد، أنت بتعمل إيه؟ كتفها خالد ورش عليها مخدر، فقدت الوعي. راح حطها في العربية، وقبل ما يطلع لقى بوكس كان نزل عليه بقوة، نزل على وشه من آدم. آدم بغضب: آه يا والله ما هسيبك. فضل يضرب فيه لحد ما خلاه يفقد وعيه. قرب من العربية وشال إسراء بسرعة، حطها جوه عربيته. كان بيقول بقلق: إسراء، فوق يا إسراء.
ما كانش عارف يعمل ايه او يتصرف ازاي. كان بيقول طب انا مش هينفع ارفع نقابها، حرام كده. طب برضو مش هينفع اخدها البيت عندي. يا رب اعمل ايه. وبعد شوية كان عمال يبص لها واتفاجئ بيها لقاها بتفوق. إسراء بتعب. أنا فين؟ إسراء حبيبتي انت فوقتي. اهدي، انت معايا في عربيتي متخافيش. أنا بعمل ايه هنا؟ خالد كان هيخطفك لكن أنا لحقتك قبل ما ياخدك. ما تخافيش، ملحقش يعمل أي حاجة. إسراء بابتسامة متشكرة أوي يا آدم. ده واجبي يا إسراء. بعدين بقى بصراحة أنا مش قادر أستحمل. أنا بحبك أوي ونفسي أتجوزك. اتكسفت إسراء وانصدمت من كلامه، خصوصا إن هي ابتدت تشعر بمشاعر ناحيته لأنه كان بيهتم بيها جدا وبيدافع عنها دايما قدام الكل. آدم يقول بلهفة إيه رأيك يا إسراء؟ قالت له بخجل موافقة. فرح جدا وقلب سعادة. تمام، أنا هكلم بابا وماما علشان ناخد ميعاد ونتقدم لوالدك، وعايزين نخلي الفرح بعد الامتحانات في الأجازة. إيه رأيك؟ إزاي؟ أنا عايزة أكمل كليتي. كمليها وأنت عندي. بس أنت ما تعرفش أي حاجة عني ولا حتى شفت شكلي. ولعلمك أنا أهلي مش ناس أغنياء كده زيكم. أنا جاية هنا بمنحة، يمكن تكون ما تعرفش. لا، عارف كل حاجة طبعا. انت ناسية ان انا رئيس مجلس الامناء. عارف كل اللي داخل بتكون ظروفه عاملة ازاي. انا ما حبيتش فيكي غير اخلاقك وادبك. دي الحاجة الوحيدة اللي شدتني ليكي. وبعدين يعني ما خبيش عليكي، اختي فتانة شوية، فدايما منال كانت تحكي عن شكلك وتوصف في جمالك. بقى كده يا منال؟ ماشي، لعلمك بقى هي بتضحك عليك علشان تعمل فيك مقلب، لكن انا شكلي وحش ومش هيعجبك. فكر. لو عايزة أشوف وشك كنت شفته من شوية وانت مغمى عليكي، لكن أنا ما حبيتش أعمل كده. عايز كل حاجة تكون برضاكي. أنا موافق حتى لو شكلك وحش. كفاية عليا أخلاقك وأدبك. ها، اديني بقى رقم والدك علشان أحدد معاه ميعاد. ابتسمت من تحت نقابها وقالت خلاص مادام ما انت مصمم خد رقم بابا. ابتسم آدم ووصلها لبيتها وبعد كده راح على بيته. وبعد 3 شهور إسراء خلصت امتحاناتها وجهزوا لفرحهم. وفي يوم الفرح منال بابتسامة والله أنا مبسوطة لك أوي يا إسراء. أنت طيبة أوي وتستاهلي كل خير. ربنا يوفقك في حياتك يا حبيبتي. ألف مبروك. وأخيرا هيبقى عندي مرات أخ زي القمر كده. تسلمي لي يا حبيبتي، الله يبارك فيكي. أما إيناس تقول بعد ما لبست الحجاب أنا بجد فرحانة أوي إن آدم أخد الخطوة الكبيرة دي. أكيد هو محظوظ بيكي يا إسراء. عقبالكم يا بنات. الله صحيح قوليلي خالد راح فين؟ إسراء تقول لها اتفصل من المدرسة يا بنتي من ساعة آخر مشكلة، لأن كاميرا المدرسة كانت مصورة كل حاجة وهو كان بيحاول يخطفني. الناس تقول أحسن يستاهل علشان يتوب بقى. وبعد الفرح ما خلص آدم أخد إسراء وراحوا على بيتهم. آدم بابتسامة أخيرا يا إسراء بعد ما عذبتيني معاكي بقيتي ملكي وليا وبتاعتي وحلالي. مفيش حب من غير عذاب يا اندومي. والله والله وادم المهدي بقى اندومي على اخر الزمن. بس اندومي معاكي انت وبس، اصل لها معنى تاني. طلعة حلوة قوي من بقك. بحبك بحبك يا اسراء. وانا كمان بحبك يا ادم. تعرفي يا اسراء انت اول واحدة حبيتها في حياتي. اي نعم انا عرفت بنات كتير لكن من ساعة ما شفتك وانا اتغيرت كتير. قالت له بابتسامة ودي حاجة تفرحني قوي انك اتغيرت بسببي. اللي بيعشق حد بيتغير علشانه، وانا عشقتك يا اسراء. يلا بقى ارفعي النقاب ده. ده انا هموت واشوفك. رسملك صورة في خيالي حاسس انك هتطلعي شبهها بالظبط. رفعت نقابها وتنح من جمالها وقال ما شاء الله سبحان اللي خلقك يا اسراء. آية من الجمال يا حبيبتي. يعني طلعت حلوة ولا اوحش من الصورة اللي في خيالك؟ ده انت طلعتي احلى منها بكتير. ما شاء الله عليكي. حلوة في كل حالاتك سواء بنقابك او من غيره. احلى واحدة بالنسبة لي يا قلبي. بصت له بإحراج وحطت عينيها في الأرض. ولحد هنا خلصت قصتنا. ما تنسونيش حبايب قلبي منا من اللايك والاشتراك، واللي ما صلاش على النبي صلى على النبي في التعليقات عليه الصلاة وأفضل السلام. وكل سنة وانتوا طيبين حبايبي، وتنعاد عليكم الأيام يا رب بكل خير وانتوا في أتم صحة وفي أحسن حال.